كشفت ياسمين الفاريسي العضوة بلجنة حراك الريف عن انسحابها وتجميد عضويتها بسبب الطريقة التي أضحى يعتمدها قيادي الحراك في التعامل مع المخالفين لمواقفهم، والتي انهكت ساكنة الحسيمة وأزمة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم. وأوضحت ياسمين في اتصال هاتفي مع شوفن طيفي أن حملة التخوين التي تواجهها على مواقع التواصل الاجتماعي لها علاقة بعقلية بعض قيادات الاحتجاج المتحجرة، والتي ترى بأن أي فتاة ريفية تضع مساحيق التجميل فهي عاهرة وعميلة للمخزن والنظام، حيث أكدت الفارسي بأنها أنشأت مقاولة خاصة بها اعتماد على مجهودها وليس بدعم من جهات مخزنية وأمنية كما يروج خصومها. وأضافت الفارسي أنها تعرضت للتخوين ووصفت بالعاهرة من قبل قيادات الحراك المعتقلين حاليا بسجن عكاشة لسبب واحد، وهو انتقادها للمسار الذي وصله حراك الريف، حيث أن الاحتجاجات أوصلت المنطقة اليوم إلى الباب المسدود، والذي تدفع ثمنه ساكنة الحسيمة وعائلات المعتقلين ومستقبل الإقليم اقتصاديا واجتماعيا. وصرحت الفارسي أنها تدعم فترة من الهدنة والتهدئة بين المحتجين والدولة لمنح الوقت للحكومة الحالية بعد المبادرة الملكية الأخيرة بالمجلس الوزاري، حيث ترى ياسمين أنه يجب انتظار وتراقب ردة فعل الدولة، وبعد ذلك يمكن الحكم والاحتجاج مجددا إن أخلفت الوعود.